ليفا ستايل. اوب 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 اوبا ليفا ستايل. ليفا ستايل. اوبا ليفا ستايل. ملاحظة: كادر برنامج ليفا يعمل وفق المثل الشعبي من حبك لا شاك، لذلك كل اللي يطلعون بالبرنامج احنا نحبهم ونحب نتشاقى وياهم. وللتنويه فقط، احنا نشتغل حسب المادة 38 من الدستور العراقي، تقدرون تشوفوه. العلاقات العراقية مع بعض الدول بها شوية تقلبات. بعد التظاهرات الأخيرة ومن خلال وسائل الإعلام بدنا نسمع أنه أكو جهة معينة تقف وراء المتظاهرين. الطرف الثالث اللي كلها تدور عليه من هو يا ترى؟ الشبح، هذا الطرف الثالث. هناك شبح هو أقوى من المتظاهرين. شنو اللي يثبت؟ صدقني صدقني صدقني. يعني الاعتصام مسكون؟ هناك جهة كلنا نريد أن نغمض عيوننا عنها. قال بالا برتقالة، قال لي عمي أقدم من 1 ل10 حلال. يما بسم الله الرحمن الرحيم. 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 لا مو هذا. الطرف الثالث الدعم للتظاهرات من وجهة نظر بعض السياسيين مشترك. أولا دخل المشروع التركي على العراق بصورة مباشرة. تركيا؟ وماذا تريد تركيا؟ ولا نعرف من سيكون الخليفة القادم للعراق. عودنا أردوغان الذي يعيش في القرون الوسطى ويحلم بسلطان عثماني. سلطان؟ وخليفة القرون الوسطى؟ Henüz çok genç olabilir. يعني راح نبدل السيارات المصفحة مال البرلمانيين بحصان دبل ايرباج ابو التنتة؟ بس الكفار وهالسوالف وهي بنا نقاتل خلصوا من زمان. وأين الجواري؟ إنهن يحطن المكياج يا مولاي. حسنا حسنا، لا أريد أي جارية شعرها مقصف، وإذا كان مقصفا فلتستخدم شامبو ضد التقصيف. يعني إذا نزل مهند للانتخابات مو راح يفوز؟ أو لميس؟ biri sensin biri ben. اليوم تركيا آمل أن تكون دولة معافاة، لكن رئيس وزرائها مريض. مريض؟ ندز لهم انتي بايرول مال مصنع ادويه سامراء، شو المشكله؟ بس كيف تنظر الحكومه التركيه تجاه العراق؟ ومن رؤيته القروسطيه اسوه باكله القربيناغ؟ هذا نوع من انواع الحساء مع الارز، بس لا على تصرفاتهم وصار لهم هوايه هيك يسوون بينا هم، لازم احنا نقاطعهم تماما، لان القانون يقول من يشمبر لنا نشمبر له. حتى العام الماضي كان المالكي يطلب دعم تركيا في المواقف الصعبة عندما يواجه الهجمات الإرهابية، ونحن ندعم العراق في كل وقت. شلونكم؟ شو اخباركم؟ ان شاء الله زينين، الله يسلمكم ويبارك فيكم ان شاء الله، رحم الله والديكم. مو بس تركيا، قطر ايضا. لا بل يقين ووثائق وادله دامغه انه قطر لها يد فيما يجري اليوم في العراق. ليس ذلك فقط، بل وصل تدخل قطر لاماكن اخرى، وتجاوز الدول العربية حتى وصل إلى مالي. اهم شيء تكون الدولة من داخل كوكب الارض. يعني قطر هذه الدولة العظمى الجبارة في المنطقة اللي جاءتنا فجأة من المريخ. قطر اذا ما تلقي واحد يكون لها اداة في داخل العراق ما تقدر تتدخل بالشأن العراقي. طيب. ما عندها سكان من الفضاء تنزلهم بالانبار وبالحله حتى تتدخل بالشأن العراقي. نعود للطرف الثالث اللي هي قطر وتركيا لحد الان. تركيا التي تتبع قطر. تركيا تتبع قطر. زين. العراق بلد ذات سيادة، عنده علاقات كلش رائعة مع إيران، وبنفس الوقت كلش مو زينة ويا تركيا. تركيا تتبع قطر، قطر من وجهة نظر الحكومة تعني إسرائيل، إسرائيل تتبع أمريكا، أمريكا عندها علاقات طيبة جدا ويا العراق، وعندها أكبر سفارة بالعالم بالمنطقة الخضراء، وأمريكا نفسها هي اللي سوت العملية السياسية الجديدة، وهي اللي أسقطت النظام السابق، وبالتالي كل السياسيين الموجودين عايشين بصف السفارة الأمريكية بالمنطقة الخضراء. المنطقة الخضراء عندها علاقات كلش طيبة وحميمة مع الشعب العراقي.
اوبا ليفا ستايل. ليفا ستايل. اوب 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 اوبا ليفا ستايل. ليفا ستايل. اوبا ليفا ستايل.